فيلمنا النهارده بيبدأ بعيلة وهما الأب ديل والأم كيت وأولادهم وهما البنت اللي اسمها دون والولد اللي اسمه براد. ودول إخوات ولكن مش من نفس الأب، علشان كده براد ما بيحبش أخته ودايما بيرخم عليها. والأطفال بيكونوا قاعدين في حمام السباحة الصغير بتاعهم، والولد بيحاول يضايق أخته فبيحط صباعه في منطقة حساسة عندها، لكنه بيصرخ فجأة وبيحرك صباعه بسرعة. فبيجروا الأب والأم علشان يطمنوا عليه، وبيشوفوا إن صباعه مقطوع ومش بيعرفوا السبب. وبيعدي الوقت وبنشوف البنت دون بعد ما كبرت ودخلت المدرسة الثانوية، وبتكون واقفة على المسرح وبتتكلم مع أصحابها البنات وبتقول لهم إنهم لازم يتغلبوا على شهوتهم ويحافظوا على عذريتهم لحد الجواز، وما يسمحوش لأي مراهق من اللي في المدرسة إنه يضحك عليهم ويمارس معاهم العلاقة بداعي الحب. وبعد ما بتخلص أصحابها بيعرفوها على توبي، ومن الواضح كده إن الاتنين حبوا بعض من أول نظرة. وبعدين دون بترجع لبيتها وبتلاقي إن أمها تعبانة وأبوها قاعد معاها علشان يعتني بيها. وبعد كده بتدخل الحمام واخوها براد بيفزعها وبيكون كبر هو كمان، لكنه لسه مستمر في رحمته عليها ما اتغيرش. وتاني يوم وهي رايحه المدرسه اصحابها كانوا بيتنمروا عليها علشان الكلام اللي قالته امبارح. وبعد كده بتدخل الفصل وبتكون عندها حصه احياء، والاستاذ بيشرح لهم الجهاز التناسلي عند الانثى، لكن بيكون في لزقه على صوره العضو الانثوي، وده بيثير الفضول عند الطلبه. ولما بيسالوا الاستاذ ليه اللزقه دي موجوده بيقول لهم ان اداره المدرسه هم اللي طلبوا منه كده. ودون اخدت الاذن انها تتكلم وقالت كلام يخص مظهر البنت والتغيرات اللي بتحصل في الاعضاء بتاعتها، والكلام ده خلى اصحابها كلهم يضحكوا عليها ما عدا توبي اللي بيكون واضح انه اتضايق عليها وبيأكد على كلامها. وفي نفس الوقت اخوها براد بيكون قاعد مع واحده في الشقه وبتساله عن اللي في صباعه، فبيقول لها انه مش فاكر حصل له ازاي، لكن اهله بيقولوا له ان دون عضته في صباعه وهو صغير، ومن وقتها وهو على هذا الوضع. بعدين دون بتخرج من المدرسه وبتروح مع اصحابها عند البحيره، وبتقعد مع توبي وبيسألها إذا كان في حد عمل معاها علاقة قبل كده، فبتقول له إنها لسه بالسلوفانة بتاعتها، وبتوجه له نفس السؤال فبيعترف لها إنه عملها قبل كده. ولما بترجع دون البيت بتقعد تتخيل إنها اتجوزت توبي وبتبدأ تمارس العادة، لكن فجأة بتحس إن في وحش جواها بيمنعها عن اللي بتعمله، فبتحس بالذنب وبتعرف إن اللي بتعمله ده غلط. وفي اليوم اللي بعده بتقول لتوبي إنها فكرت فيه بطريقة مش كويسة، وتوبي هو كمان بيقول لها إنه فكر فيها بنفس الطريقة، وبيتفقوا إنهم يحافظوا على حدود ما بينهم محدش يتعداها. ولما بترجع دون البيت وبتبدأ مذاكرتها بتسمع أخوها وهو بيكلم البنت اللي معاه عن الحل اللي لازم يعملوه علشان يقدروا يمارسوا العلاقة مع بعض، وفي نفس الوقت تفضل البنت محافظة على عذريتها. فبتروح لدون وبتقول له إن ده مش حل للموضوع، لكن براد بيتكلم معاها بوقاحة فبتسيبه وتمشي وهي متعصبة. وبعدين بتروح البحيرة مع توبي علشان يسبحوا وبيقضوا وقت رومانسي مع بعض، وهما في المية توبي بيضعف وبيبقى عايز يعمل معاها العلاقة، لكن دون بتفكره بالنقاء والحدود اللي اتفقوا عليها ما بينهم، وبتخاف لا تضعف هي كمان، فبتخرج من البحيرة وبتقعد في كهف جنبها، فبيجيلها توبي وبيكملوا تشبيك مع بعض. وفي الوقت ده دون بتحس بحاجة غريبة جواها فبتبعده عنها، لكن توبي ما بيقدرش يقاوم شهوته وبيفرض نفسه عليها بالقوة لدرجة ان راسها اتخبطت في الارض وفقدت الوعي لدقايق. وتوبي بيستغل الفرصة دي وبيمارس معاها العلاقة وهي مغمى عليها، لكن في الوقت ده بتفوق دون وبتحاول تقاومه، لكنه بيستمر في اللي بيعمله لحد ما بيقف مرة واحدة وبيقعد يصرخ من الألم وبيحاول يشد نفسه من فوقيها، لكن بتكون في حاجة ماسكة فيه، ولما بيقدر يحرر نفسه من الحاجة دي بيتفاجئوا هما الاتنين إن حماده اتقطع ووقع على الأرض. بعدها توبي بينهار وبينط في البحيرة، ودون بتبقى مصدومة من اللي بيحصل وبتاخد نفسها وترجع لبيتها، بس بتقعد تفكر في اللي حصل ومش لاقية ليه تفسير، وبتنام بصعوبة في الليلة دي وبتحلم بكابوس عن توبي. وتاني يوم بتتكلم مع أصحابها تاني عن الوعد بتاع البقاء، لكنها بتكون متوترة ومش عارفة تتكلم. وبعد ما بتخلص واحد صحابها اسمه ريان بيعرض عليها إنه يوصلها البيت فبتوافق، ولما بيوصلها بيطلب منها إنهم يخرجوا مع بعض، لكن دون بترفض لأنها بتبقى عايزة تاخد فترة نقاهة وتبعد عن الأولاد الفترة دي. وفي اليوم اللي بعده دون بتنزل البحيرة مرة تانية، وهناك بتشوف جثة توبة قدامها فبتصرخ من الرعب وتخرج بسرعة. وفي الوقت ده بتقرر إنها ترمي خاتم الوعد بتاع الحفاظ على النفس، ولما بترجع البيت بتشيل اللزقة اللي موجودة على الجهاز التناسلي في الكتاب، وبتتصدم لما بتلاقي إن الصورة اللي تحت اللزقة غير الحاجة اللي حمادة نفسه فيها، فبتحس بالفضول وبتبدأ تبحث عن النت عن إجابات لمشكلتها، وبتلاقي إن الحالة بتاعتها موجودة في الأساطير بس واسمها فاجينا دينتانا، ودي طفرة جينية بيكون فيها الجهاز التناسلي للأنثى فيه أسنان حادة، والأسطورة بتقول إن لازم البطل يحارب الأسنان دي وينتصر عليها علشان تقدر تمارس العلاقة بشكل طبيعي. وبعد كده دون بتروح لدكتور نسا وبتحكي له عن اللي بتحس بيه، لكن الدكتور بيقول لها إن دي تغيرات طبيعية بتحصل في جسمها لأنها لسه في مرحلة البلوغ. وبعدين الدكتور بيبدأ يعمل لها فحص
ودون بتبقى بتتألم، وفجأة الأسنان بتمسك في صوابع الدكتور، فبيشد إيده بقوة وهو بيصرخ من الألم لحد ما صوابعه بتتقطع، فبتهرب دون بسرعة قبل ما حد يشوفها. وهي راجعة البيت بتلاقي الشرطة ماشية في المكان، وبتفتكر إنهم بيدوروا عليها، لكن بتلاقيهم رايحين ناحية البحيرة، فبتقرر إنها تروح وراهم. وهناك بتشوفهم وهما بيطلعوا الجثة بتاعة صديقها توبي من البحيرة. ولما بترجع بتسمع أخوها براد وهو بيتخانق مع البنت اللي معاه، فبتسيب البيت وبتروح عند صديقها ريان، وبتنهار قدامه وبتقعد تتكلم معاه، وبتقوله إنها بتفكر تسلم نفسها للشرطة لأنها تقريبا قتلت شخصين لحد دلوقتي. وكمان بتعترف له بالمرض الخطير اللي عندها، وبتقوله إن مفيش حد يقدر ينقذها غير البطل اللي قالت عليه الأسطورة. وريان بيحاول يواسيها وبيدخلها تاخد شاور، وكمان بيديها مهدئات علشان أعصابها ترتاح شوية. وبيخرج يزين الأوضة بتاعته بالشمع وبيعمل لها جو رومانسي. ولما بتخرج دون من الحمام بتبقى عايزة تروح مركز الشرطة، لكن ريان بيقنعها إنها تقضي الليلة دي معاه. ولما بتقول له إنه ممكن يتأذي بيقول لها إن هو البطل اللي هينتصر على الأسنان دي، وبينتهي بيهم المطاف إنهم يمارسوا العلاقة مع بعض. وفي نفس الوقت دكاترة المشرحة بيلاقوا سنة غريبة في جثة توبي، واللي بيكون شكلها مزيج بين أسنان القروش وتعابين البحر. لكن نتيجة التحاليل بتوضح إن السنة دي تخص إنسان مش أي نوع من المخلوقات التانية. وتاني يوم الصبح دون وريان بيعملوا علاقة تاني مع بعض، وأثناء العلاقة بتيجي لريان مكالمة من واحد صاحبه، وبيبقى فخور إنه قدر يوقع دون. وفي الوقت ده دون بتكتشف إن ريان وأصحابه عاملين رهان على اللي يقدر يمارس معاها العلاقة، والكلام ده بيعصب دون جدا ويفوق الوحش اللي جواها، فبيصرخ ريان من الألم. وأكيد دلوقتي كلنا عارفين إيه اللي حصل لحمادة. المهم في المرة دي دون مش بتحس بالذنب، وبتمشي من بيت ريان بكل هدوء، وبتروح المستشفى علشان تزور أمها وتطمن عليها. وفي نفس الوقت أبو دون بيبقى عايز يطرد براد من البيت علشان البنات اللي بيجيبها، لكن براد مش بيكون عايز يمشي وبيتخانق مع أبوه. وبعدها براد بيطلب من الكلب بتاعه إنه يهجم عليه، وبيعترف براد إنه بيحب دون وإنه متضايق علشان هي تبقسته. وبعد كده صاحبة براد بتروح المستشفى مع أبو دون، وهناك بيعرفوا إن أمها ماتت. وصاحبة براد بتعتذر لدون وبتقول لها إن هي وبراد سمعوا أمها وهي بتصوت، لكن ما طلبوش الإسعاف لأن براد قال لها إنها بتعمل كده كتير. ومن هنا قررت دون إنها تنتقم من براد، فرجعت للبيت ودخلت أوضتها وغيرت هدومها وحطت ميك اب، وبعدها دخلت أوضة براد وقعدت تهويه لحد ما بدأ يعمل معاها علاقة. وفي الوقت ده براد بيفتكر إن صباعه اتقطع زمان لما كان بيحاول يحط إيده في المنطقة عندها، لكن بيكون فات الأوان ومش بيلحق يخرج حمادة وبيتقطع. بعدها براد بيقول للكلب بتاعه يهجم على دون، لكن الكلب بيقعد ياكل في حمادة بدل ما يهجم عليها. وبعد كده دون بتاخد عجلتها وبتخرج، لكن في نص الطريق العجلة بتفرقع منها، فبتشاور العربية وبيكون فيها راجل عجوز وبتركب معاه. ودون بتخطف لها تعسيلة نوم كده من التعب، وبعد ساعات من النوم بتصحى دون وبتحاول انها تخرج من العربية، لكن الراجل العجوز بيقفل الباب وبيعمل لها نظرات وحركات غريبة كده بلسانه. بتفهم منها دون انه عايز يستغلها، فبتبصله هي كمان وبتبتسم ابتسامة خبيثة، ومن الواضح كده انها هتطلع الوحش اللي جواها عليه وعلى اي شخص معتوه زيه. ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة ان كنت جديد، وتفعل التنبيهات علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية.